حصل معي موقف النهارده قلت اطلع احكي لكم عليه عشان ما تجيبوليش المشاكل. الله يرضى عنكم يركزوا معايا. دلوقتي انا صحيت في امان الله، غسلت وشي واخدت الدش وتمام التمام ولبست وتشيكت وبرفنت عشان رايح الخطوبه بتاعت واحد صاحبي، ولسه نازل خدت العربيه وطلعت، ولسه بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب كفانا شره منطقه شره. طلعت برا، رحت وقفت فين عند الاشاره بتاعت شارع 15 الناس اللي من سوهاج، وقفت في الاشاره. جاي جنبي مستكل واحد كده ضخم، يعني بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له في صحته الراجل، وراه وحدي. يعني انا في المرايه ما كنتش شايف الوحدي، لما جا وقف جنبي في الاشاره راكبه معاه وحدي. فهي يعني هي مداني ظهرها، يعني هو على الناحيه الشمال وهي راكبه بجنبي، فهي ظهرها ناحيه عيني. فالله اعلم ايه اللي خلاها بصت، لفت الناحيه الثانيه، بصت لقيت انا في العربيه ورجعت تاني، فرجعت بصت تاني. اصل هي بتشبه، يعني الكائن اللي جوا العربيه ده انا بشوفه بس فين. فرجعت افتكرت انه على النت وما يعمل فيديوهات، راحت رجعت تاني. انت يا لولي انا بحبك خالص. يا ولد يا بنت اللي ولولوا عليك بدري يا بعيدي. قولوا لي مين، يعني انت نسيت الاسم الحقيقي؟ طيب الاستاذ اللي قدام دي اللي معاي هو بيبص على عيني ويرجع يبص عليها هي الناحيه الثانيه، هو عمل راسه بالريمه المسكين، عايز يلفها 360 درجه ما عرفش، وشغال يبحلق لي. اقول له مساء الفل يا برنس، ايه الاخبار؟ ما رضيش يبتسم في وشي. يعني انا ابتسمت بقول له اخبارك، ما رضيش يبتسم في وشي. هو فاكرني ماشي معاي او الاكس بتاعي، الله اعلم ايه اللي جاب في اخه. فهي المفروض يعني البدايه تقول لي والله انا بشوفك على النت وفيديوهاتك لذيذ، ربنا يوفقك، انا بحبك يا لولي خربطت الدنيا. طب انا لسه عايز اترجم للاستاذ اللي قدامك دي قبل ما ينزل يدعكني. لسه انا عايز اترجم له ان انا بعمل فيديوهات وانت بتشوف الفيديوهات، والشخصيه اللي انت بتحبيه اللي في الفيديوهات مش اللي في الحقيقه، هتضيعوني وتقول يا لولي الله ولولوا عليك بدري يا بعيد. يعني انتوا دلوقتي يعني جزء من البنات هيشبكنا زي كده وانا احنا بنحبك يا لولي، وجزء ثاني وي وتروح طايره وي وتروح طايره. طب يعني يا كده يا ابيض اسود، يعني يا تحرقوه يا تمرقوه يا تطلعوه ناي، فيش حاجه مظبوطه ابدا، فيش اتزان كده، هتشبكوا الدنيا. ما انتوا هتشبكوا الدنيا وانا راجل مرتبط دلوقتي اطير فيها ارقام حركه زي ده. فرضنا انا اللي بمستكر ولا بعربيه كان عدى علي وداسني، كان عدى علي وداسني والله العظيم. طب انا ما اعرفش، انا تخيلوا يحط واحد يحط نفسه قدام مكانه، او انا راكب وراي وحدي خطيبته ولا مرتي ولا اختي ولا وهي شافت واحد في الشارع انا ما اعرفوش ان هو بيعمل فيديوهات وانا بحب. ما هو ما يعرفش ان انت بتحب الفيديوهات، هو فاكرك هتحب الشخصيه وهتحبها في الاشاره في الزحمه. ده لما ادينا زحمه وفلت منه وكان دعكني، وانا لسه عايز اوضح له ده فيها شبكه، ده فيها قصه لسه عشان نجيبوه ونفهموه الفيديوهات والقصص والمواضيع ونفتحوا له الصفحه. ده قصه كبيره دي، ويا عجبت الفيديوهات ما عجبتهوش. فبالله عليكم اصل انت ما شفتيش احمد عز، خلاص هي يا اما نسلموا عليها بالراحه، يعني شفنا اي واحد ما يعمل فيديوهات بالراحه نسلموا عليه ربنا يوفقك وفيديوهاتك جميله وخلصنا، يا اما ما نتكلموش نتجاهل الموضوع وخلاص انتهينا. يعني مش كائن فضائي، هو مش كائن فضائي نزل معانا على الارض، ما تشبكوناش يا جدعان الله يرضى عنكم.